انا جايب لك معايا النهارده اكبر عدو للانسان عشان نصفي خلافنا معاه. سنة 1965 اخترع العالم السويسري ستين جوستاف حاجة كده كانت على البشرية أخطر من القنبلتين اللي وقعوا على هيروشيما وناجازاكي، وأنا جيت النهاردة وجايب معايا الاختراع ده بنفسي. يا رب يا ساتر. لا انا مش جايبه لك معايا في الكيس، هو الكيس اللي بتجيب فيه ربع اللب وتمن الجبنه وكيلو الخيار، الكيس اللي انت كنت بتملاه ميه وانت صغير وتدبه في دماغ اللي معدي من تحت البلكونه، الكيس اللي بتعمله زقازيق. ما يغركش ان ابيض شفاف، ده نينجا. الكيس ده بيقتل 400,000 واحد في السنه، ولو بصينا على ال 400,000 دول هنلاقيهم عدد كبير جدا. فمثلا لو جيت معايا ناخد جوله كده ونبص على الناس اللي ماتوا من قنبله هيروشيما وناجازاكي، هتلاقي الليله دي كلها معموله على 220,000 شخص بس خلينا نتكلم بوضوح اكتر ونقول ان الناس اللي ماتت بسبب القنبله فالناس دي ماتت خلاص. احنا مش بنصحى كل يوم على خبر ان في قنبله جديده اتحدفت، لكن البلاستيك بيقتل كل سنه 400,000 بني ادم ومكمل ومش هم. ويا ريتها جت على البني ادم بس، ده حتى الكائنات البحريه ما سلمتش منهم، السلاحف يحكوهم. خليني اقول لك على احصائيه بسيطه كده ان تقريبا البلاستيك بيتسبب في موت 100 مليون كائن بحري سنويا. وبصراحه انا كنت ساكت، بس مش هفضل ساكت كتير، ده الموضوع بيزيد، فاحنا لازم ناخد موقف ونتكلم. وانا بصراحه كله الا البيئه، اصل انا والبيئه اصحاب من واحنا قد كده، البيئه دي تخصني. هتقول لي بصراحه يا جيلو انت مكبر الموضوع، ازاي حاجه زي البلاستيك دي تموت البشر؟ انا ما اعتقدش يعني ان في حد قبل كده سمعنا عنه انه مات من كيس بلاستيك. بص في الحقيقه هو الموضوع مش كده قوي، هبسطها لك. عندك مثلا مقالب الزباله بتكون سبب كبير ورئيسي في الاوبئه وانتشارها، ده غير التلوث، او ان الناس تروح مقالب الزباله دي وتحرق البلاستيك اللي موجود فيها. احب اقول لك ان الدخان ده قادر يخلي الجو مليان سموم، بصراحه ده واحد من اهم الاسباب اللي بيخلي افريقيا من اكبر معدلات الوفيات بسبب حرق البلاستيك. اصل خلينا نفكر مع بعض بصوت عالي، البلاستيك ده هل هو بيتحلل؟ لا. طب هنوديه فين؟ ما احنا لازم نعيد تدوير ونبدا ندور على طرق تخلينا نقدر نتخلص من البلاستيك ده بطريقه سمارت وبطريقه احسن. هل ده متاح في افريقيا او احنا بنفكر في ده؟ لا. وبرضه لو فكرنا في الموضوع بصوت عالي هتقول لي حاجه زي ديت ايه اللي يخليهم يخترعوها مع انها بتقتل الناس؟ انا مش جاي افاجئك بحاجه جديده، اصل انا كل حلقه اتكلم عن حاجه ضاره اقول لك ان هم ما كانوش يعرفوا ان الحاجه ديت هتضرنا دلوقتي. اصل طبقا لنظريه المارشميلو الانسان دايما بيختار السعاده القريبه ولا انه يفكر في بعدين ممكن يدفع اقساط ايه مقابل السعاده دي. ونظريه المارشميلو ديت ان هم راحوا جابوا عدد من الاطفال، قعدوا الاطفال قالوا لهم هنديكوا واحده مارشميلو تختاروا تاكلوها ولا تستنوا شويه وهنديكوا كيس، والاطفال ما توصوش، راحوا جريوا وكلوا المارشميلو وما رضوش يستنوا وقت عشان ياكلوا الكيس. اختاروا السعاده القريبه ولا ان هم يستنوا عشان ياخدوا السعاده الكبيره في النهايه. نفس الفكره، اخترنا الاكياس عشان هتحقق لنا سعاده قريبه وحل المشاكل، لكن احنا ما فكرناش في اللي هندفعه لو استنينا اكتر واستخدمنا البلاستيك ده لمده اطول. لان زمان كانوا بيستعملوا الورق، والورق صراحه كان فيه مشاكل. واحده من المشاكل دي ان هو كان بيستخدم مره واحده بس. انا استفدت ايه؟ خلاص يا جماعه احنا هنبدلها بشنط قماش غاليه. هم ما كانوش يتخيلوا ان الشنط القماش ديت هي الحل دلوقتي، فكانوا بيفكروا زمان انها غاليه مش شاريينها. حتى في وقت الطلب على الاكياس البلاستيك كان كبير جدا ومحدش فكر في حاجه، قال هيعمل ايه ده حته كيس يعني، ولا راح ولا جه. لكن في سنة 1997 اكتشف البحار والباحث مور وهو واخد المركب بتاعه وبياخد لفة في المحيط زي ما كان متعود كل يوم 3، فبيرمي عينه لقى حاجة غريبة. زي ما تقول كده مور لمح من بعيد شوية اكياس وعلب عصير، استغرب جدا هي الحاجات ديت ليه ما اتحللتش زي ما كل حاجة بتقع في المية وتتحلل وتدوب. فقال يصعد الموضوع ويبدأ يسأل هي الحاجات دي ليه ما بتتحللش يا جدعان؟ وعلماء الكيمياء ما بيتوصوش. ما خدوش الصراحة وقت لحد ما راحوا ردوا على مور وقالوا ان البلاستيكات بشكل عام بتتصنع من مادة اسمها البولي ايثيلين، وان دي مادة ما بتدوبش في الميه حتى لو عملت ايه. فلما الناس عرفت كده اتخضوا، ايوه اتخضينا، وبدانا ناخد موقف عظيم. عملنا حاجه تقرف، رحنا رمينا في الميه تاني. وهنا الحكومات خدت موقف وقالت لا احنا لازم نتخلص من البلاستيك ده بطريقه ما تضرش حد. والحكومات قالوا خلاص احنا هناخد اللي هنعرف نعيد تدويره وندوره، والباقي هنروح نرميه في الصحراء ونردم عليه، ولا من شاف ولا من دري. تفتكر بقى الناس التزمت بالكلام ده؟ لا، ما الناس لو التزموا بالكلام ده ما كنتش جيت وقفت لك وعملنا حلقه وواقفين وتصوير واضاءه وفي كيس رايح جاي في ليله. وبسبب عدم الالتزام ده وصلنا للي احنا فيه دلوقتي. هتقول لي طب ايه مشكلتهم في ان هم ياخدوا شويه الاكياس دي يردموها في الصحراء؟ لا دي مشكله كبيره، في تكلفه يا بيه، في عربيات بتاخد الاكياس ديت وتمشي بيها وانت كده بتدفع فلوس نقل على شويه زباله. وصلنا الصحراء الحمد لله، هنجيب معدات تحفر، ناس تردم،
كل دي فلوس. هتقول لي يعني كده ولا دوله التزمت؟ لا، في 3 4 دول ربنا كرمهم والتزموا، وغالبا الدول ديت اساسا التزمت عشان ما بيستعملوش بلاستيك. انا واثق فيك وواثق ان انت وانت بتسمعني دلوقتي جه في دماغك 3 4 افكار يحلوا مشاكل العالم كله، وابسطها ان انت هتقول لي هم ليه ما يمنعوش استخدام البلاستيك خالص؟ اهنيك، برافو عليك، بس احب اقول لك ان ده ما ينفعش، لان معظم صناعات العالم اساسا معتمده على البلاستيك. بص حواليك كده في الاوضه، قول لي بقى شفت كام حاجه مصنوعه من البلاستيك؟ سنة 2002 خليني اقول لك ان بنجلاديش قدرت ان هي تستغنى عن الاكياس البلاستيك تماما. هتقول لي ناس محترمه وبداوا يبادروا. لا يا حبيبي، ده ما كانش عندهم صرف. اصل اكياس البلاستيك اتسببت في سد الصرف عندهم، وبسبب الموضوع ده نشأ فيضان خرب البلد كلها. وخلي بالك ده فيضان مجاري. انت متخيل الريحه الوحشه اللي شمتها دلوقتي؟ دي كانوا عايشين فيها. فبنجلاديش وقفت تصنيعه واستخدامه، لكن يظل في مشكله. كل حاجه مستورده بتيجي لبنجلاديش تيجي في علب بلاستيك. هنعمل ايه؟ اصل انت دلوقتي في عالم مفتوح والتجاره رايحه جايه، صعب تقفل على نفسك وتقول انا مش هستخدم بلاستيك نهائي. لو عايز تحل مشاكل فانت محتاج ان العالم كله يساعد معاك ويطبق مبدأك. يعني انت لو لاحظت دلوقتي هتلاقي ان الشوكولاته اللي انا باكلها مش متغلفه في بلاستيك، متغلفه في فويل. فانت مش هتعرف تحل مشاكل، ولكن تقدر تقل منها زي ما انا عملت دلوقتي، وزي ما كينيا برضو راحت عملت. كينيا حطت قانون بيجرم استخدام الاكياس البلاستيك، ومده الحبس وصلت ل4 سنين لو انت بتتاجر في الاكياس البلاستيك او بتبيعها. انت متخيل 4 سنين؟ انت متخيل انك ممكن تكون قاعد في السجن وجنبك واحد قتل مراته ويقول لك انت جاي في ايه؟ تقول له جاي في اكياس بلاستيك؟ ده والله عيب علينا. كان نفسي والله زي كل مره احبطك واقول لك انت مش في ايدك حل، ولكن المره ديت هفرحك، انت في ايدك الحل. حقيقي انت الموضوع واقف عليك، لان انت اللي استخدمته ورميه، وتقدر تنقذ نفسك والعالم بمجرد انك ما ترميش بلاستيك في الميه ولا تحرقه. ابدا بنفسك واغسل عارك، وروح ادفن شويه الاكياس اللي عندك في المطبخ. تحيا مصر.